ولد القديس باكتور في مدينة إنطاكيا من أسرة نبيلة عرفت بالإيمان والكرامة. كان والده الوزير رومانيوس من رجال الإمبراطور دقلديانوس، لكنه ضاعف وجحد المسيح. أما أمه مريثاه فكانت امرأة تقية ترفع الصلوات ليلا ونهارا، تطلب أن يحفظ الله ابنها الوحيد. نشأ باكتور في النور محبا للمسيح، زاهدا في المجد الأرضي، رقيق القلب، رحيما بالفقراء والمسجونين. وعندما أمر دقلديانوس بعبادة الأوثان، رفض باكتور وأقلاديوس ابن خالته أن يسجدا لها، فغضب الملك واستدعى بقطر محاولا إغراءه بالذهب والسلطان، لكنه أجابه بشجاعة: لن أسجد لغير المسيح الذي مات لأجلي. ثار والده رومانيوس وأمر بحبسه في سرداب مظلم، فتحول السجن إلى سماء مضيئة. كانت أمه مرثا تصلي وتصوم من أجله حتى رأت وجهه يضيء بالإيمان. ثم أمر دقلديانوس بإرساله إلى الإسكندرية ليعذب هناك، فودعته أمه باكية، فقال لها: لا تبكي يا أمي، فأنا ذاهب إلى يسوع. في الإسكندرية عذب باكتور بالنار والحديد، لكن الرب أنقذه وأقام فتاة ميتة بصلاته فآمن كثيرون. نقل بعد ذلك إلى صعيد مصر، حيث عاش في قصر مهجور يصلي ويعمل بيديه حتى ظهر له المسيح وبشره بإكليل الشهادة. وأخيرا قطع رأسه بعد عذابات كثيرة، فصعدت روحه مكللة بالمجد، وبنت أمه كنيسة على اسمه، وبقيت سيرته شاهدة على قوة الإيمان ونور السماء في قلب شاب أحب المسيح حتى الموت. تابعنا واترك تعليق وشير الفيديو لو عجبك. مونجيسو.